انت متخيل ان ميشلان ستار اللي عاملها اصلا بتاع كاوتشات؟ سنة 1900 شركة ميشلان الفرنسية بتاعة الكاوتشات عملت زي دليل كده فيه اقتراحات لأحسن الفنادق والبنزينات والمطاعم، وكان ببلاش. الدليل ده بقى عملوه ليه؟ علشان السواقين يروحوا ورا الأماكن اللي ميشلان اقترحتها، فكاوتشات العربية بتاعتهم تبوظ أسرع فيغيروها من عندهم. لكن بعد 20 سنة بدأت شركة ميشلان تلاحظ إن الناس مركزة شوية مع حتة الأكل دي في الدليل، فميشلان تعمل إيه؟ تبدأ تدي تقييم للمطاعم دي، فالمطعم اللي يلاقوه عليه ميشلان ستار بقت الناس تروح له حتى لو في آخر الدنيا. طب التقييم ده بيحصل إزاي؟ شوية مفتشين بيلفوا على كل المطاعم الفانسي والبسيطة، يجربوا الأكل ويدفعوا فلوسه زي أي زبون. التقييم بقى بالظبط بيحصل بناء على إيه؟ فده السر بتاعهم، لكن مبدئيا بيقيموا على الجودة والكرياتيفيتي والاستمرارية، وبيشوفوا لو شخصية الشيف ظاهرة في الأكل ولا لأ. ودلوقتي ميشلان ستار بقت حلم أي شيف في العالم، وكل ده بدأ بسبب شركة كل اللي كانت عايزاه إنها تخلي الناس تسوق أكتر.